يا أهلا بكم مع ملخص جديد من فيلم طياري. فيلم النهاردة جريمة وبيحكي عن راجل بيشك إن مراته بتخونه وبيستعين بصاحبه علشان يساعده يحل اللغز، لكن قبل ما نعرف هيتصرف معاها ازاي هفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، واسم الفيلم هتلاقوه في صندوق الوصف. الفيلم بيبدأ مع موظف الفندق وهو بينظف الأوض، وبيدخل أوضة بتكون متبهدلة وفيها دم على الأرض وواضح إن حصل فيها جريمة قتل. قبلها في نفس الليلة بيظهر واحد اسمه جوليان وبيدخل الفندق بسرعة وبيكون مرعوب وبيطلع على السلم عشان الأسانسير مش شغال، ولما بيوصل الدور الخامس بيلاقي حد حاطط باسكت بين الباب بتاع الأسانسير علشان يعطله. جوليان بيروح أوضة وبيخبط على الباب وصاحبه تيري بيطلع من الأوضة اللي قدامها وبيشده يدخله الأوضة اللي هو فيها بسرعة. جوليان بيلاقي هدوم تيري كلها دم وبيتخض وبيخاف من اللي بيشوفه في الأوضة، وبيتخانق مع تيري وبيلومه على اللي عمله، وتيري بيكون عايزه يساعده، وبيكون في واحد قاعد على الكرسي وتيري مكتفه. هنرجع فلاش باك علشان نفهم الحكاية، والحكاية بتبدأ في نفس الليلة قبل الحادثة لما بتظهر واحدة اسمها جون وبتحجز أوضة في الفندق، وبتتخض وبتداري نفسها لما بتلاقي صاحبتها آنا نازلة في نفس الفندق، وجون بتعدي من وراها علشان مش عايزاها تشوفها. جون بعد ما بتحجز الموظف بيطلعها أوضتها وبيكلمها عن تاريخ الفندق والمشاهير اللي نزلوا في الأوضة دي، وبعد ما الموظف بيمشي جون بتكلم واحد في التليفون. نروح لجوليان قبل الحادثة وكان بيستحمى وبيجيله تليفون من صاحبه تيري، وتيري بيكون سكران وزعلان وبيقوله إن مراته جون بتخونه، وبنعرف إن جون اللي حجزت الأوضة في الفندق تبقى مرات تيري. وجوليان بيحاول يقنع تيري إن جون مش بتخونه، وبيفكروا إن هو شك فيها كتير قبل كده بس طلع مفيش حاجة وكان بيوهم نفسه، لكن تيري بيعرفوا إن الوضع المرة دي مختلف، وإن المفروض إن جون كان عندها سفرية شغل لكن شركة الطيران كلموه في البيت وعرف منهم إن جون لغت الرحلة بتاعتها، وبيقوله إن هو رشا واحد في مكتب السيارات واداه $20، وعرف منه إن جون بعد ما لغت رحلتها نزلت في فندق وعرف عنوانها. وبنعرف إن بعد ما جون نزلت في الفندق تيري راح وراها وكان عايز يطلع لها أوضتها ويواجهها، لكن الموظف منعه وقال له إنه لازم يكلمها ويعرفها الأول علشان الخصوصية، وتيري رفض وقال للموظف إنه عايز أوضة يقعد فيها، وبياخد من الموظف كشف الأسماء اللي معاه وبيختار الأوضة اللي قدام أوضة جون، والموظف بيكون خايف منه وبيقوله إن الأوضة محجوزة، لكن تيري بيلاقي المفتاح بتاعها موجود وبيدي الموظف فلوس وبيخليه يطلعه الأوضة علشان يقعد فيها. تيري بيوصل الأوضة وبيقعد يفتكر ذكرياته مع مراته جون، وبيفتكر لما اتفقوا على الجواز، وساعتها كلم جوليان علشان يقوله على الخبر ده، وجون ساعتها كانت متضايقة علشان كانت عايزة يخلي الموضوع بينهم هما بس. تيري لسه مع جوليان على التليفون وبيقوله إنه راح له البيت لكن ملقاهوش موجود، ودخل أخد المسدس بتاعه، وجوليان بيعرف إنه عايز يقتل جون وعشقها وبيتضايق منه علشان سرق المسدس بتاعه، وبيعرف منه إنه موجود في الفندق في الأوضة اللي قدام أوضة جون، وجوليان بيتخض وبيقوم يلبس بسرعة وبيقول لتيري إنه هيروح له الفندق في خلال تلت ساعة، وبيقول له بلاش يعمل أي حاجة لحد ما يوصل له. وبيخرج جوليان من الحمام وهو خايف وبيصحي جون من النوم، وبيطلع هو اللي مع جون في الأوضة وبيخون صاحبه معاها. وبنعرف إن جون لما وصلت الفندق كلمت جوليان في التليفون وهي اللي قالت له يروح لها هناك. جوليان لما وصل الفندق ركب الأسانسير وقابل آنا صاحبة جون، وآنا دي كانت صاحبة جوليان زمان ولسه بتحبه، وجوليان بيعرف رقم أوضتها من المفتاح اللي معاها وبعدها بيروح لجون الأوضة. نرجع تاني لوقت ما جوليان صحى جون من النوم وقال لها إن تيري موجود في الفندق، وبيحاول يدور على مكان يعرف يخرج منه من الأوضة من غير ما تيري صاحبه يشوفه، وجون بتخاف لما بتعرف إن تيري عرف بخيانتها ليه، وبتخاف أكتر لما بتعرف إنه قاعد في الأوضة اللي قدامها وكمان معاه مسدس. تيري بيكلم جوليان وبيسأله قدامه قد إيه علشان في عرض هيحصل دلوقتي وكان عايزه يحضره، وجوليان بيخاف وبيقلق. تيري بيقف ورا الباب وبيفضل مراقب الأوضة من العين السحرية، وموظف الفندق بيخبط على باب جون، وجوليان بيتخض وبيدخل الحمام بسرعة علشان تيري ما يسمعش صوت الباب من التليفون، وبيخلي جون تفتح الباب وبيعرف من تيري إنه قاصد يعمل كده علشان يعرف مين اللي معاه في الأوضة. جون بتفتح الباب والموظف بيديها إزازة خمرة، وجون بتكتب له في ورقة إنها محتاجة مساعدة، لكن الموظف بياخد الورقة وبيشيلها في جيبه وبيمشي ومش بيشوف الكلام اللي مكتوب فيها. جوليان بتجيله فكرة وبيرن على التليفون الأرضي بتاع أوضة تيري علشان يخليه يبعد عن الباب ويروح يرد على التليفون، فتيري بيروح يرد على التليفون
وجوليان بيطلع من الأوضة بسرعة، وجون بتقفل الباب جامد وتيري بيسمع صوت الباب، وجوليان واقف مستني الأسانسير، لكن تيري بيطلع من الأوضة وجوليان بيضطر ينزل من على السلم، وتيري بينزل وراه وبيكون معاه المسدس وجوليان بيستخبى منه. تيري بيرن على جوليان علشان يقوله اللي حصل، لكن جوليان بيطلع ناسي التليفون بتاعه في الأوضة، وجون بتشوف تليفون جوليان على السرير وبتتوتر أكتر. تيري بيسمع صوت الأسانسير وصل الدور اللي هما فيه، وبيروح يحط الباسكت بين الباب بتاع الأسانسير وبيوقفه علشان محدش يهرب. جون بتبص من العين السحرية بتلاقي واحد من النازلين في الفندق معدي في الطرقة قدام أوضتها، فبتفتح الباب وبتقوله إن الممر مش أمان دلوقتي، وبتشده وبتحاول تدخله أوضتها، وتيري بيسمع صوتهم وبيروح يضرب الراجل على دماغه بالمسدس. جوليان بيروح لآنا أوضتها وبيقولها إن هو محتاج مساعدتها، وإن لو حد سألها عنه تقول إن هو كان معاها طول الليل، بس كان معاها في بيته مش في الفندق. أنا بتشم ريحة جون في هدومه وبتعرف إنه كان معاها، وبتتخانق معاه وبتكرشه. تيري بيدخل أوضة جون وبيقعد الراجل على الكرسي وبيكتفه، وبيوجه عليه المسدس علشان عايز يقتله. جون بتكون مرعوبة وبتقوله إن الراجل ده بريء ومش هو اللي كان معاها، لكن تيري طبعا مش بيصدقها. الموظف بيدخل المطبخ وبيجري علشان يلحق الأكل اللي على النار، والورقة بتقع منه ومش بيشوف اللي مكتوب فيها. تيري بيطلع التليفون عشان يكلم صاحبه جوليان، وجون بتكون عارفة إن تليفون جوليان في الأوضة، فبتحاول تقنع تيري إنه ما يكلمش جوليان دلوقتي ويسمعها هي، وبتمسك التليفون منه، لكن تيري بيوجه المسدس عليها وبيقتلها غصب عنه. في الوقت ده جوليان بيركب عربيته وبيسوقها وبيوقفها قدام الفندق وبيطلع التليفون علشان يكلم تيري، بس بيلاقي تليفون جون معاه بالغلط بدل تليفونه. جوليان بيدخل الفندق وبيطلع على السلم عشان الأسانسير مش شغال، وبيوصل عند أوضة تيري وبيخبط، لكن تيري بيشده وبيدخله أوضة جون، وده المشهد اللي شفناه في الأول قبل الفلاش باك. والموظف بيلاقي الورقة وبيقرأ المكتوب فيها. وقتها جوليان لما بيدخل الأوضة بيتخض وبينهار لما بيلاقي جون مقتولة، وبيجري عليها وبيكون عايز يلحقها، لكن تيري بيمنعه علشان ما يفضحهمش. أنا بتقلق وبتطلع علشان تشوف جوليان، ولما بتطلع الدور الخامس بتشيل الباسكت من عند باب الأسانسير وبتخليه يشتغل. بتوصل الأوضة وبتخبط على الباب وتيري بيستخبى، وبيخلي جوليان يرد عليها ويروح يفتح لها الباب، وجوليان إيده بيكون فيها دم مكان ما مسك جون. بيفتح حتة من الباب وبيقول لآنا إن كل حاجة كويسة وإن هو خلاص مش محتاج مساعدة. آنا بتكون قاعدة قلقانة وبتحس إن في حاجة، وبتكلم الطوارئ. تيري بيقول لجوليان إنه قتل جون من غير ما يقصد، وبيقول له إن هو محتاج مساعدته، وجوليان بيكون خايف عشان لما يكتشفوا الجثة هيقبضوا عليهم، لكن تيري بيقول له إن جون وعشيقها كانوا مع بعض طول الليل في الأوضة، وأكيد بصماتهم في كل حتة في المكان، وبيقول له إن البوليس هيعرف إن عشيقها هو اللي قتلها، وجوليان بيخاف أكتر. تيري بيطلع المسدس على الراجل وبيكون عايز يقتله، وجوليان بيحاول يمنعه، لكن تيري بيطلب من جوليان يساعده ينتقم، وبيديه المسدس علشان يقتله وبيمسك إيده، وبيكون مصمم يخلي جوليان يقتله، بس جوليان مش بيقدر يقتله وبيزق تيري وبيشيل المسدس في جيبه، وبيقوله إن هو قتل جون خلاص، يعني حتى لو انتقم من الراجل ده مش هيعرف يرجع له جون تاني. تيري بيقعد على السرير وبيعيط، بيقوله إنه عايز يرجعها تاني وإنه بيحبها، وإنه المفروض ما كانش يتصل بيه علشان مش عايزه يشوفه وهو ضعيف كده. جوليان بيلاقي تليفونه واقع على الأرض جنب السرير، بيقعد جنب تيري بيحاول يواسيه، بيزق التليفون تحت السرير علشان تيري ما يشوفهوش. جوليان بيقول لتيري يقول للبوليس إنها حادثة، وإن هو جه الفندق وما كانش قاصد يعمل كده، بس لما لقاهم مع بعض ما قدرش يتحكم في نفسه وقتلها غصب عنه. بيتفق مع تيري ما يقولش للبوليس حاجة عنه وما يعرفهمش إن هو راح الفندق أصلا، وتيري بيقوله إنه هيقول للبوليس إنه سرق المسدس وجيه هنا لوحده. جوليان بيتخض لما تيري بياخد المسدس من جيبه، بس تيري بيعرفه إنه بيمسح البصمات، وبيقوله إن الأوضة محتاجة تتنظف. تيري بيفتح الباب وبيخرج من الأوضة، وجوليان بيقفل الباب بسرعة وبياخد تليفونه من تحت السرير، وبيلاقي فيه رسالة كانت مبعوتاله، وبيتضح إن تيري لما قتل جون طلع تليفونه عشان يكلم جوليان ويحكي له اللي حصل، ولما رن عليه سمع صوت تليفون جوليان في الأوضة، واتصدم لما لقى التليفون على السرير، وفهم وعرف إن جوليان صاحبه هو اللي بيخونه مع مراته، وإن هو اللي كان معاها في الأوضة، وبيكون سايب له رسالة بيقول له فيها إنه قلق عليه لما راح له البيت ما لقاهوش، وبيقول له مهما كانت المشكلة هيقدروا يحلوها علشان محدش يتأذي. جوليان بيسمع الرسالة وبيفتكر تصرفات تيري معاه، وفهم إن صاحبه عرف بخيانته ليه، وإن هو كان بينتقم منه لما كان عايزه يقتل الراجل، وبيطلع المسدس مش بيلاقي فيه طلقات، وبيعرف إنه كان بيتلعب بأعصابه. الموظف بيوصل الدور الخامس والأسانسير بيتفتح، وتيري بيدخل الأسانسير وهدومه فيها دم. الموظف بيخاف وبيسأله إيه اللي حصل،
فتيري بيقوله إن حصل جريمة قتل وبيطلب منه يساعده علشان يعرف يطلع نفسه منها، وبيهدد الموظف لما بيرفض، وبيقوله إنه هيقول للبوليس إن هو اللي دله على مكان أوضة جون وسمح له يقعد في الأوضة اللي قدامها، وكمان أخد منه رشوة. نروح لجوليان وهو بيحاول يغسل الدم اللي في إيده، لكن الدم مش راضي يطلع، وبيمشي من الأوضة بسرعة، وبيسمع صوت البوليس وبيروح لأنا أوضتها، وبيخبط عليها علشان تلحقه ويستخبى عندها. أنا كانت هتفتح له لكن بتبص من عين السحرية وبتتخض لما بتلاقي إيده فيها دم ومش بترضى تفتح له الباب. البوليس بيوصل وبيقبض عليه. الموظف بيقول للبوليس عن الأوضة اللي كان فيها تيري إن دي محدش بينزل فيها وعلى طول مقفولة، وبينكر أصلا وجود تيري في الفندق، وبيقوله إن مفيش حد نزل في الأوضة دي خالص. وتيري بيلبس لبس الموظفين بتوع الفندق وبيعمل نفسه شغال فيه لحد ما بيعرف يخرج وبيمشي، والموظف بيحرق الورقة اللي جون كانت بتطلب منه المساعدة فيها. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.